انا زملكاوي قوي، انا زملكاوي قوي. كل ساعه الجمهور قوم يالا، قوم يالا، ده انا زملكاوي. كل يوم صوره، كل يوم حوار. هو دي بقى انبذار. هاي الله بياكل بعقلنا حلاوه. كل ساعه بص يبص التيشيرت، ده الواد من مواليد 100 عقبه، ده ابوه من مواليد 100 عقبه، يجيب بنته، يجيب مراته، الواد هنشتغل على الاكتاف، هنجري بيه. الواد عمره ما هيبقى نادي الزمالك. مستحيل، مستحيل يبقى نادي الزمالك. خد يا نادي الزمالك، خد يا جمهور نادي الزمالك، خد يالا انت وهو يالا. كله اقسم بالله، اقسم بالله. ربنا ينتقم منك يا ابو نمار، ربنا ينتقم منك. دخلت فكرة بنت حرام. كل واحد ابوه بقى وكيله، يقول لك انا بجري على مصلحة ابني، انا بشوف لي ابني احسن عقد، احسن حاجة ليه. ايوه اقسم بالله، ايوه والله. الواد ابوه قاعد يلف على الخليج وعاوز فلوس ومش عارف ايه. خلينا نتكلم ان الزمالك خلاص ممكن يحل الازمة اللي عنده بتاعت مستحقات اللاعيبة اللي موجودة. الزمالك هيجيله 1.5 مليون دولار من النادي البلغاري اللي بان ليه حسام عبد المجيد يوم الخميس. معنى الفلوس دي تيجي اللي هي ال 150 مليون دي معناها ايه؟ ادي للعيبه، ما تخليش عندك اي حاجه. يعني 1% مشكله، اصرف، ادي للعيبه مستحقاتها وخلينا نخلص من العيال الهم ديت اللي ملهاش لازمه. اقسم بالله بيطلع له روح. قاعدين نزق فيهم لعيبه، شويه لعيبه كاس، وقاعدين نقول عليهم احسن لعيبه في العالم واحسن لعيبه موجوده في مصر. هقول ايه بس، هقول ايه؟ اقسم بالله الواحد تاب. احنا كجمهور مظلومين، والله كجمهور مظلومين. مفيش حد بيفكر زينا في النادي. يعني تلاقي اي حد بيتكلم، يعني جمهور الاهلي بيتكلم على الصفقات اللي جايه، اللعيبه في اسبانيا، الماتشين الوديين اللي جابوا فيه 8 اجوان، واحنا قاعدين نتكلم عن المعسكر هيبدا ولا مش هيبدا، ومين هرب ومين جاي ومين بيحب النادي. طب عبد الله السعيد هيجي ولا لا؟ اصل بياخد ده بيفكر. طب شيكو بينزل اللي نايم وراح عليه نومه بيقول لك هيجي يوم 8 خلاص، والزمالك بعت له التذاكر، والزمالك كان السبب اصلا في الازمه دي من الاول. هفضل اقولها. اللعيبه تقعد شهرين نايمه في البيت ليه والمعسكر ما يبداش؟ انا مش عارف، اقسم بالله ما انا عارف. بيقول لك كمان ان الزمالك وفر من بيع سيف الجزيري $500,000 اللي هو ايه السنه الاخيره. ولولا اللاعب محترم، اقسم بالله ما كان محترم كنت هتدفعها له. مش انت عاوز تمشيني؟ كنت هتدفعها له. طب واللاعب الكيني ده، اللاعب دي بقى اغنى لاعب في كينيا. ازاي حد يعمل له عقد بالرقم ده؟ ايوه والله العظيم. يعني اقسم بالله انا مستغرب. لاعب ما لعبش ماتش الا ماتش في نادي الزمالك، انت جايبه لاعب تحت السن، المفروض لاعب هيجي يتطور، ازاي تديله المبلغ ده؟ اللاعب ده لو كان بياخد في بلده $1,000، $1,000 في السنه، كان زمان عمل فرح. انت رحت جبته واديت له مبلغ على اساس ايه؟ والله انا عاوز افهم، على اساس ايه تديله مبلغ زي ده؟ طب خلينا نتكلم اكتر عن واحد اهلاوي بيقول لك ان القرعه الاي. طب الزمالك ازاي جاي بعد توقف دولي عشان ياخد نفسه، عشان مش عارف ايه؟ من امتى ماتش الاهلي والزمالك اصلا بيخش في القرعه؟ انا عاوز اسالك سؤال. اي والله طول عمرهم بيحطوها بمزاجهم. بعد توقف دولي، في اخر الدوري، في اول الدوري، بتكون خارج الحسابات، بتحط على اول قرعه هنا. لو احنا نلعب مجموعتين وقلنا مثلا المجموعتين دول هنعملهم ينفع الاهلي والزمالك في نفس المجموعه؟ دايما بيحطوا دي في جهه ودي في جهه. حتى في كاس مصر، في كاس مصر بيحطوا الاهلي في جهه والزمالك في جهه عشان ما يتقابلوش مع بعض قبل النهائي. الوقت بقت الازمه فين؟ في بيراميدز هيجي معاك ولا معايا بس. اما ما ينفعش الاهلي والزمالك يتحطوا في جهه واحده. واحد بقى الاهلاوي طالع يقول لك نظريه المؤامره ان الزمالك. طب بص على الجدول كده بذمتك، الجدول ده في صالح الاهلي ولا في الزمالك؟ سؤال. اتفرج كده على اول 5 8 9، الجدول بتاع الدور الاول كله في صالح الاهلي ولا في الزمالك؟ شوف الزمالك هيبدا بمين اول 6 ماتشات، وكم ماتش في بره وصعوبات الماتش لما نلعب 3 ماتشات الساعه 5 والكلام من ده. شوف كم ماتش للاهلي سهل. اتفرج على القرعه في صالح مين، الاهلي ولا الزمالك؟ اتفرج على القرعه. ده احنا قرعه واقسم بالله مطحنه، اقسم بالله مطحنه. وغير لسه افريقيا كمان، انت لسه غير افريقيا كمان.
مطحنة بمعنى كلمة مطحنة. كمان الزمالك خلاص استلم الارض اللي انتوا كنتوا كل قاعد يتكلم عليها، الارض الارض الارض، وكان سبب اللي احنا هننزل درجه ثالثه ومش عارف ايه. الارض جت لك يا باشا، ما عندكش حج. وريني بقى شغل، ابدا بقى نستثمر وهات لي فلوس للنادي. ابدا بقى نعمل بقى فروع واعمل حمامات سباحه وهات لي فلوس للنادي. ابدا بقى نعمل دخل شركات وهات فلوس للنادي. ابدا اعمل مولات ودخل فلوس للنادي. انا عاوز اشوف وعاوزك تقدم على ارض تانية بتاعت الاستاد زي ما انت بتقول، او ابني استاد على الارض دي زي ما انت كنت بتقول. وريني نفذ بقى الحلم اللي مش عارف ايه، وريني اللي انت كنت بتقوله نفذهولي. انا عاوز اشوفه بعيني. خلينا انا اشوفه بعيني. كمان خلينا نتكلم كمان على موضوع معالي جاي له فلوس. يا كابتن ميدو اللي مشيت جون ادوارد وتقول عليه فاشل، مين اللي كان جاب معالي؟ مين اللي كان جايب الجفالي؟ مين اللي ادالهم المبالغ ديت؟ مين اللي ادالهم 5 مليون؟ ادالهم ماضي معاهم 5 سنين ما لعبوش الا ماتشين في نادي الزمالك. يا كابتن ميدو قول لي مره مسكت حاجه ونجحت فيها، حاجه واحده ونجحت فيها في نادي الزمالك. قعدت تتكلم بس، اما فعل مفيش. تتكلم بس، تلبس لي البدله الحلوه والجرافطه الجميله وتطلع تتكلم كلمتين حلوين وتقول لي ابراهيموفيتش كان صاحبي. مره انا وابراهيموفيتش والبس الفقره التحكيميه رجعت من تاني. يا عم عيب، الضغط يشتغل على على الحكام. بس في بعض الحاجات اللي اتكلموا فيها ان هيكون مره بس واحده في الاسبوع، ان ما تزيدش عن 90 دقيقه الفقره التحكيميه، ان ما ينفعش تقارن بين حاله وحاله، تكون الموضوع فني بس، يكون اللي بيتكلم ده خبير تحكيمي دولي قبل كده. كل الحاجات ديت خلاص رجع. عشان سيد عبد الحفيظ يطلع يهاجم والرجاله تهاجم. انت بتسيب يا ابني؟ اقسم بالله منظومه كلها واحده، كله بالاشاره بالحركه، مش بالمزاج، بالحركه، بتمشي بالحركه. بس اللي عاجبني بقى في الموضوع ده كله امام عاشور مربيهم، والله مربيهم. امام عاشور ده زملكاوي مقطعها. انا مبسوط اقسم بالله. امام عاشور بسطني، مربي الاهلي، مربي بص الخطيب، مربي جمهور الاهلي. سواء حافظ ده بس بق، اقسم بالله بق، والله بق. ما عارفين يعملوا حاجه مع امام عاشور. واخروا المعسكر ليوم 30 يوليو عشان كان امام عاشور مش عاوز ينضم للفريق ويشوفوا موقف امام عاشور من الموضوع كله. انا عارف انا بقول لك بس لازم الصوره تطلع جميله. ما هو لو قال لك بقى كل الدوليين يرجعوا وامام عاشور ما رجعش يبقى مشكله. فلما ما اخروها ل 30 عادي. عادي، اهم حاجه اللايك والشير. سلام.